السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب اشوفكم في احسن صحة واحسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. عندي بقى نص كيلو لحمة مفروم، عليه 50 جرام دهن ضاني، وعندي بقى هنا بصل حوالي 400 جرام، وعندي فلفل حامي وفلفل رومي، وعندي هنا توابل توم باودر وبصل باودر ونص معلقه كزبره وملح وفلفل اسود ورق لوري حبان مطحين على بعض وملح. هنا بقى اعمل الحواوشي، وهوريكم بقى تجربتي في الحواوشي في الاير فراير. هنجهز بس الاول اللحمه بتاعه الحواوشي، وبعدين نوريكم بقى نسويها ازاي في الاير فراير. حابه بس قبل ما ابدا هقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي في التعليقات. حبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش علينا باللايك. هنا بقى في الكبه دي هفرم البصل وهفرم الفلفل معاه، وهسيبهم في المصفى يتصفوا عشان انا مش عايزه اي سوائل في اللحمه. هنا بقى حطيت البصل في المصفى دي كده بعد ما فرمته في الكبه وصفيته. دي الميه كلها اللي نزلت منها دي تخمر العيش، ملهاش اي لازمه. حطيت هنا بقى التوابل، واحط البصل اللي انا مصفياه والفلفل، وعجنهم بقى كده عجنه كويسه، واسيبها في التلاجة شويه تشرب بقى من بعضيها التوابل مع البصل مع الفلفل. هعجنها بقى واغطيها وادخلها التلاجة وارجع له. هنا بقى حطيت اللحمة في رغيف العيش، فتحته كده من الجنب، وهنا عندي سيحت بقى سمن. هدهن بقى كده الرغيف من الجنبين، واسخن بقى القلاية 10 دقايق على درجة حرارة 200 لحد ما تسخن. ادخل بقى فيها العيش كده بقى سخنت، ودهنت الرغيفين. وهخليها بقى على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. كده خلاص اهم الرغيفين طلعوا وطري وكويس اهو، واللحمه استوت. حطيته بقى هنا، شايف الدخان طالع منها اهو. هنا 10 دقايق والجنب التاني 10 دقايق، والرغيفين اهم طلعوا. وتجربتي حلوه مع القلايه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي، ما تبخلوش بقى عليا في اللايك والشير. واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.